يا صباح الفل، ده يوم من أيام سنة أولى جواز، والنهاردة أول جزء في تنظيفات الشتا. والنهاردة بقى هبدأ بأهم حاجة موجودة عندي، علشان بجد لو ما عملتهاش بكسل أعملها بعد كده. تعالوا خدكم معايا بقى في يومي النهاردة وأقول لكم عملت ايه. أول حاجة كده صحيت شغلت بخور، لأن ده فلوج يوم الجمعة، واللي هيقول لي النهاردة الاتنين هقول له ما أنا عارفة، بس أنا كنت بصراحة مكسلة قوي إن أنا أعمل له إيديت. بعد كده عملت فطار بقى، وزي ما قلت لكم أنا بستسهل الفطار لما بكون عاملة حاجة، فحطيت من الحاجة اللي كنت عاملاها، وهتلاقوا وصفتها في الفيديو اللي قبل ده. بعد كده بقى شغلت صلاة الجمعة على التلفزيون عشان احس باجواء يوم الجمعة الحلو، ومش محتاجة اقول لكم طبعا ان يوم الجمعة هو احب الايام على قلبي جدا. بعد كده بقى شغلت الغسالة على الغسيل، وبحط لوح من الالواح دي كده على الغسيل عشان لو في اي بقعة او حاجة الالواح دي بتنضفها كويس قوي. نيجي بقى لاول جزء في تنظيفات الشتاء، وبدأت بيها هي التلاجة. كان لازم اعملها ولازم انضفها تنظيفة عميقة، ومادام قلت تنظيفة عميقة يبقى طبعا هستخدم فوطة الانفلفر الثلاثية من جرين واي، لانها بتنضف كويس جدا، ولا بتحتاجوا بقى صابون ولا اي حاجة خالص. كل اللي بتحتاجوا ان انتوا تحطوا عليها بس مية سخنة عشان الانسجة بتاعتها كده تتفتح. وعايزة اقول لكم بقى نضفت التلاجة يا جماعة، وشالت بقى بقع الاكل، بقع الكركديه، اي حاجة بتبقى واقعة فرافيت او كده في التلاجة كانت بتلمها. ما احتاجتش خالص ان انا احط صابون او اي حاجة، هي نضفت لي جدا التلاجة وخلتها حرفيا بتلمع. نضفت كمان الرفوف بيها، كنت بس ببلها كده بمية سخنة وبنضف بيها، وخلت لي التلاجة فل شمعة منورة حقيقي. انا جايباها من هيلثي لايف باي ميمي، هسيب لكم الاكونت بتاعها تحت الفيديو، ادخلوا عندها وعندها حاجات كتير جدا. كمان الفوطة بتقعد معاكم بالسنين حرفيا، فهي صفقة حلوة قوي 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 للتنظيف. خلصت بقى التلاجة وعطرتها كده عشان تبقى ريحتها حلوة، وبسيبها مفتوحة شوية عشان ريحة البخور بس ما تلزقش في التلاجة، ورصيت كل حاجة فيها ورجعتها زي الفل. بعد كده بقى دخلت على البوتاجاز، رشيت عليه مذيب الدهون لان كان بقالي يومين ما عملتوش، نضفته كده تنظيفة بقى حلوة من القلب كده، بقيت بغسله حرفيا ورجع زي الفل. لحد هنا كان الفلوج خلص، فحطيت لكم بقى فلوج يوم السبت كمان معاه. كنت بقى مجهزه الاكل طبعا من قبليها بيوم، كنت عامله بقى صينيه بطاطس بيوريه وخرشوف كده بالبشاميل، فسبتهم ولبست بقى ونزلت عشان كنت عايزه اشتري مشتريات الشهر وحاجات كده كانت ناقصاني. اول حاجه بقى رحت السوق، جبت الخضار وجبت كل حاجه كنت عايزاها من عند العطار. بعد كده رحت فتح الله، وانا رحت فتح الله متاخر عشان ما الاقيش حد، حرفيا لقيت مصر كلها في فتح الله بالليل. اشتريت بقى الخضار والحاجه اللي انا كنت عايزاها، وطبعا قعدنا ساعه بقى قدام الكاشير، والحمد لله خلصنا بقى. وهنا كنا مروحين خلاص للبيت. روحت البيت بقى، فضيت الحاجه اللي انا كنت جايباها، فضيت بس الحاجات اللي هتخش التلاجة، وسبت الخضار بقى تاني يوم اعمله. كمان كنت جايبه زيتون مشوي كده، طلع طعمه تحفه يا جماعه، بجد طلع طعمه خطير. وفضيت بقى الزيتون التاني كده، وحطيت الحاجه كلها في علب ودخلتها الفريزر، ودخلت بقى الباقي التلاجة، وحطيت بقى الصواني تحت الشوايه كده عشان تاخد لون. وجهزت بقى، بصوا شكلها كان خطير وطعمها كان تحفه. اكلنا بقى الحمد لله، وقعدت اتفرج بقى على فيلم مافيا، وبس كده يكون يومي خلص. استنوني في فلوج جديد، واشوفكم على خير، وباي باي.